عملت النهارده بقى شويه قراقيش، ما اقولكوش احلى حاجه ان الواحد يفطر، يبدا فطار بالقراقيش الجميله ديت مع الشاي. يلا بينا نشوف الطريقه. تعالوا النهارده نعمل مع بعض القراقيش المقرمشه الهشه من جوه الجميله اللي بتدوب في البق كده دوبان. طبعا هنعملها هتبقى احسن من بتاعه المخابز زي ما احنا متعودين ان احنا نعمل كل حاجه في البيت. اول حاجه هنعملها هحضر الخميره وبعد كده اقول لكم المقادير. نص كوبايه ميه دافيه او ميه من الحنفيه عادي، الجو حر. 3 معالق سكر، وعليهم معلقه خميره. هندوب الخميره مع السكر ونسيبها على ما نجهز بقيه الحاجات. طبعا السكر بيساعد على الخميره في عمليه التخمر. بس هركنها هنا على جنب على ما اقول لكم بقيه المقادير بقى التانية. انا هعمل بالظبط 4 كوبايات دقيق بالكوبايه اللي انا ماسكاها دي، يعني كوبايه الشاي. تمام. 4 كوبايات دقيق، هحط عليهم تقريبا نص كوبايه سمسم. هبدا احط المقادير على طول للجافه. يبقى كده 4 كوبايات دقيق عليهم نص كوبايه سمسم، عليها شمر وينسون. انا عاملها بالشمر وينسون. طبعا انا طحن دول في المطحنه اهو، بس قبل ما تطحنيهم لازم تصفون بالمصفى كده عشان الحاجات الجامده دي متطلعش في القراقيش. تمام. ريحتهم جميله جدا، الشمر على اليانسون ريحتهم حلوه اوي. هحطهم برضو على الدقيق. يبقى كده 4 كوبايات دقيق، نص كوبايه سمسم، حاطه رشه ملح، هحط كمان 3 معالق نشا. واحد 2 3. انا هزود واحده لان انا عامله بمعلقه صغيره. تمام. ومعلقه ريحه كحك لو عندك ماشي، لو مفيش مش ما عندكيش مش مشكله، ممكن تستغنى عن الخطوه دي. بس ريحه الكحك بتدي للمعجنات اللي هي الجافه ديت ريحه حلوه. تمام كده. يبقى احنا كده حطينا كل الحاجات الجافه مع بعض، الدقيق مع السمسم مع الشمر واليانسون مع ريحة الكحك مع ذرة الملح مع 3 معالق نشا. تمام. هنزل بقى بالسمنة والزيت. السمنة والزيت هم تقريبا كل واحدة كوباية الا ربع. السمنة طبعا بتخلي القراقيش هشة من جوه كده وناعمة، والزيت بيديلها ان هي بتبقى ناشفة سنة من بره، يعني الاتنين كده بيعملوا مع بعض ميكس حلو اوي. هنحط بقى السمنة، بس اهم حاجة على نجاح القراقيش سمنة على زيت، ما ينفعش لا زيت لوحده ولا سمنة لوحدها. تمام. هقلب بقى الحاجات دي
واحط البيكنج باودر الاول، بعد كده ابدا بقى ابس بايديا. طبعا اهم حاجه في الحاجات اللي احنا بنعملها زي ما قلت لكم قبل كده، البس، عمليه البس دي مهمه جدا. نبس كده، ندخل السوائل الدهنيه ديت في قلب الدقيق. تمام، الدقيق معلوش اي اثر عندي. هنزل بقى بالخميره بتاعتي. الخميره ما شاء الله عليها فرط اهي، شايفين؟ اهم حاجه في المعجنات برضو انك تختاري نوع خميره يكون كويس. شايفين مرات الطبق ازاي؟ هبدا اعجن بقى، واحط معلقه خل عشان ما انساهاش. الميه بقى هنزل بالتدريج، يعني هنزل بالميه واحده واحده لغايه ما اشوف نوع الدقيق بتاعي هياخد ميه قد ايه. بسم الله ان شاء الله. بجد عجينه حلوه، يعني احس ان الدقيق ده نوع كويس. هنزل بقى بالميه بتاعتي سنه سنه، هي تقريبا كده مش هتاخد ميه كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده، العجينه بتاعتي خلاص اهي ما شاء الله عليها، شايفين؟ حاجه جميله جدا. طبعا هنختبرها نشوف وصل يعني كده خلاص تمام العجينه ولا لا. هنجيب حته كده ونشوفها بتشكل معانا ما بتشققش ولا لا. اهي ما شاء الله عليها. هسيبها تريح 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق بس، مش هتحتاج اكتر من كده. وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. خليكم معايا. دي شكل العجينه بتاعتي بعد 10 دقايق، ما شاء الله عليها اختمرت وبقت جميله خالص اهي. هقسمها بقى او اخد قطعه قطعه زي ما انا هشتغل كده دلوقتي. هاخد القطعه اللي هشتغل بيها الاول، وهسيب الباقي على جنب لما اخلص. دي اول قطعه اشتغل بيها اهي، هعملها رول.
هفردها بقى كده على الصينية، هي بتتفرد لوحدها مش محتاجة عجان ولا حاجة. هخليها لا تخينة قوي ولا رقيقة قوي. الصينية اللي هعمل فيها مش هدهنها اي حاجة، مش هنحط فيها زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، زي ما هي كده. هبدأ بقى اسوي الفراخ بتاعتي. واعمليها زي ما انت حابة، يعني حابة تعمليها طويلة شوية قصيرة على حسب ما انت حابة انت والأطفال اللي عندك. انا هقسم الواحدة ديت، هقسمها بقى واحدة كده. لو انت شايفة ان هي طويلة ممكن تقصرها شوية. وهرصها في الصينية من غير زي ما قلت لكم، من غير اي حاجة، بس هسيب مسافات لان لسه هسيبها تخمر كمان نص ساعة. هسيبها تخمر في الصينية نص ساعة. هخلص بقى الكمية اللي معايا كلها واوريكم شكلها في الاخر ان شاء الله. انا خلاص خلصت تقطيع القراقيش اهيت. هسيبها كمان نص ساعة ترتاح، وبعد كده هدخلها على الفرن. تقريبا بتقعد نص ساعة في الفرن، وبعد كده هوريكم شكلها عامل ازاي. دي شكل القراقيش بعد ما خلصت. طلعتها من الفرن بعد ما تاخد تقريبا متكملش نص ساعة، يعني ممكن تلت ساعة. وطبعا لونها جميل، شايفاها اللون، طعم بقى مقرمشة ومن جوه طرية وهشة فعلا، والله العظيم بتدوب في البق. جميلة جميلة جميلة، اتمنى انتوا تجربوها. هقول لكم المقادير تاني على السريع. 4 كوبايات دقيق، نص كوباية سمسم، ذرة ملح، 3 معالق نشا، معلقة خميرة، 3 معالق سكر، معلقة خل، بيكنج باودر، ومعلقة ينسون على شمر مطحون طبعا، وكوباية كوباية الا ربع سمنة وكوباية الا ربع زيت بالظبط. لو المقادير عندك مظبوطة هتطلع معاك النتيجة زي ما طلع معايا كده، وهتعملي احلى قراقيش جميلة جدا، احلى من بتاعة المخابز. ده كان فيديو بسيط عن القراقيش وطريقة عمل القراقيش، اتمنى تجربوها. ولو الطريقة عجبتكم يا ريت يا ريت يا ريت ما تبخلوش عنها بلايك، مشاركة للفيديو، مشاركة في القناة. اشوفكم فيديوهات جديدة ان شاء الله.